معلش الشبكة ضعيفة عندي. اختصار اللي عاوز اقوله لك يا بهجت ان بعد تفكير مرير وصلت النتيجة واحدة، ان الصين وامريكا عاملين زي الاسدين اللي في الغابة، واكيد امريكا كانت عاوزة تحارب الصين، وده كان واضح في الصين حربتها بكورونا عشان توقعها، ومفيش مانع ان يبقى في ضحايا من كل دول. بقول لك ايه يا معلمي، انا ما يهمنيش مين السبب ورا كورونا ومين اللي عامل كورونا ومين اللي بينشر كورونا، انا اللي يهمني ازاي نحمي شعبنا من كورونا وتبعيات كورونا بس. الموضوع دلوقتي مش مين سبب ومين مش سبب. انا عندي خازوق اطلعه من طيزي الاول وبعدين اقول مين اللي حط الخازوق، والخازوق ده مصنوع فين، في امريكا ولا في الصين. لكن اسحب الخازوق من طيزك ولا الخازوق يفضل لغايه بقك ويقضي عليك. لا، طلع الخازوق من طيزك وبعدين بص على الخازوق هو صناعه ايه. ما تقعدش تقول لا هو الخازوق وهو في طيزك وانت بتموت امريكي صيني امريكي صيني امريكي يا عمي، العلامتين هم امريكا، علامتين هم الصين. الاول احمي طيزك من الخازوق ده او انزعه من طيزك وانقذ حياتك وحياه الناس وحياه بلدك، وبعدين نبقى نشوف انما كله عايش في نظريه المؤامره وسبت البتاع بنتفشخ وهنقعد نتكلم في المؤامره. انا ما بتكلمش في نظريات مؤامرات. معانا مين يا فندم؟